يا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بسوي معاكم شاورما دجاج. عندي هنا صدور دجاج فيليه قطعتها بهالشكل، أتبلها بالزبادي وعصير الليمون، والبهارات راح أكتبها لكم أسفل الفيديو، وزيت الزيتون والملح. أقلب الدجاج مع التتبيلة زين وأغطيها وأدخلها الثلاجة لمدة 6 ساعات. راح أستخدم لشوي الشاورما الشواية المسطحة من قصر الأواني. أضبط درجة الحرارة على أعلى درجة وأنزل الدجاج وأقلبه بهالشكل لما يستوي عندي الدجاج تماما. أستمر بتقليب الدجاج على حرارة عالية وبكذا صار جاهز. ويلا نبدأ بتحضير سندويشات الشاورما. عندي هنا الخبز أمسح بصوص الثوم، وفوقها الدجاج والبطاطس، ممكن تضيفون مخلل الخيار لو تحبون، والشطة والكاتشب، وممكن تضيفون أي إضافة تفضلونها. لفيت السندويشات بهذا الشكل وحمرتها على نفس الشواية. أقلبها من كل الجهات لما تاخذ اللون الحلو، وقدمتها مع الصوصات والبطاطس. وبالعافية، لازم تجربونها، جدا لذيذة وبإذن الله بتعجبكم. من الوصفات اللذيذة اللي لازم أسويها برمضان، ومع الثوم يا سلام. أتمنى لكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا، وبالعافية.